تحية لكم مشاهدينا الكرام من المقر التدريبي لنادي ويست هام يونايتد. ألتقي وإياكم اليوم مع أحد نجوم أسود الأطلس، مع أحد نجوم مونديال قطر 2022 ونادي ويست هام يونايتد، نايف أجرد. أهلا بك نايف معنا. أهلا. في هذه المقابلة من الصعب أن أبدأ أي لقاء مع أحد نجوم منتخب المغرب دون البدء بالبصمة العالمية التي سجلها منتخب أسود الأطلس في النسخة الأخيرة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022. وسأبدأ معك من تلك البصمة، أو قبل ركلة البداية معك أنت شخصيا. قبل رحلة المونديال جاءتك ربما إصابة، كان هناك نوع من المخاوف لمشاركتك. أبدأ من هذه النقطة، من هذه المرحلة، كيف تجاوزت تلك الفترة، فترة الإصابة والشكوك حول المشاركة مع منتخب المغرب في المونديال؟ صعبة، فترة صعبة بزاف، ولكن الحمد لله بالإرادة وبالله الحمد لله كنت قلت غنحاول نرجع باش نلعب هاد كأس العالم، وهذا الشيء اللي تحقق. كنبغي نشكر نادي ويست هام اللي وقفوا معايا، المنتخب الوطني اللي تا هما وقفوا معايا بزاف. الحمد لله كان الهدف ديالي هو نلعب كأس العالم مع بلادي ونحاول نعطي ديك الإضافة، وفرحان بزاف. لم تعطوا فقط الإضافة، أعطيتوا البهجة لكل العرب في هذا المونديال دون أدنى شك. نتحدث عن الإضافة وما سجله منتخب المغرب في هذه النسخة تحديدا. قبل المشاركة والانضمام لمعسكر منتخب المغرب كان هناك هذه الأجواء الإيجابية؟ كان هناك أنتم كلاعبين كنتوا تشعروا أن هذه النسخة يجب أن تكون استثنائية مختلفة، أم أن الأمور جاءت مباراة بعد أخرى بدون رسم أي مسار للتوقعات؟ نكون صريح معاك، الحاجة اللي بدلت كل شيء في كأس العالم هو التغيير ديال المدرب. ما كنقولش بلي المدرب السابق ما كانش في المستوى، لا بالعكس أهلنا تا هو لكأس العالم، ولكن المجيء ديال وليد الركراكي عطى واحد شحنة إضافية للاعبين، وانا كنعرفو ملي كانت عندي 17 عام. مدرب اللي كيعطي الثقة للاعبين، كيتقاتل على اللاعبين ديالو. فاحنا في المعسكر ديال قبل كأس العالم حسينا باللي كاينه واحد الطاقة إيجابية، وفي بلاد عربي، كأس العالم دارت في بلاد عربية وبلاد مسلمة، دونك كنا قايلين بأن كاين كل شيء باش نديروا كأس العالم اللي كبيرة وتبقى راسخة في الذهن ديال المغاربة والإفريقيين والمسلمين عامة. ما الذي غيره وليد الركراكي في منتخب المغرب؟ كيف نجح بأن يكسب غرفة الملابس، يكسب اللاعبين ويصل إلى قلوب اللاعبين بهذه السرعة؟ هو يعني أقل من 3 أشهر على تعيينه ونجح. ما الذي غيره؟ كيف غير المسار وما الذي نجح به حتى وصل إلى ما وصل إليه مع المنتخب؟ وليد عنده واحد طريقة ديال الاشتغال ديالو اللي سبيسيال بزاف، كيكون قريب للعابة، كيعرف يهضر مع اللعابه. قبل الماتش غيعطيك واحد الشحنه، كتبغي تدخل تقاتل على بلادك، فهو قريب بزاف. انا اللي كنعرفو ملي كنت صغير، مدرب اللي صريح، لما استاهلتيش تلعب ما يلعبكش ويقول لك علاش. وهذا الشيء اللي وقع، كاين اللعابه في المنتخب ما لعبوش في كاس العالم، ما خداوش الفرصه ديالهم، ولكن كانوا فرحانين وكانوا مع الفريق وكانوا ايجابيين بزاف. دونك هذا هو الدور ديال وليد في المنتخب، كيعطي كل شيء للعاب، واللاعب خصو يرجع ليه في وسط ارضيه الملعب. ماذا عن العلاقه بين اللاعبين في هذا المونديال، في هذه النسخه تحديدا؟ كان هناك شرخ قبل مجيء وليد الركراكي، لكن وليد الركراكي قرب هذه الفجوه، فكنا نشعر ان اللاعبين على قلب رجل واحد في كل المباريات اللي خاضوها. صراحه قبل كنا بحال الخوت من شحال هذه، انا كنت كنقولها. واحد اللاعبين اللي كاينين في هاد الوقيته في المنتخب المغربي، لاعبين شبان عندهم واحد الجوده عاليه في اللعب، كيلعبوا في فرق كبرى. ولكن المجيء ديال وليد زاد عطا كما قلت لك ديك الشحنه الايجابيه نسميوها، وحسينا باللي احنا اكثر من خوت، وكان الاجواء رائعه ملي كنا كناكلوا، ملي كنا في مركز ديال التدريب من بعد المباريات. دونك كانوا بزاف د الحوايج اللي جمعوا هذا الشيء هذا باش بين اننا واحد كما قلتي راجل واحد في الملعب. والحمد لله ما نساوش توفيق من الله عز وجل عاوننا.
ربي كان معنا، والجماهير المغربيه اللي جات كانت غفيره، وانت كنتي في قطر، يعني كانوا كل مباراه كيجيو يساندونا وكيعطيو صوتهم في الملعب، وهذا الشيء عاوننا بزاف باش نكونوا لا خديتي الجمهور المغربي وحنايا في ارضيه الملعب فكنا كاملين رجل واحد. وهذا الشيء بان ان وصلنا حتى السيمي فينال. بالفعل تحدثت عن الجماهير المغربيه والعربيه عموما، يعني كانت حاضره في الملعب، الجميع اصطف خلف منتخب المغرب، كان يدعم في منتخب المغرب. ما اهميه يعني هذا الدور اللي لعبوا الجماهير؟ شاهدنا عائلات اللاعبين، عائلاتكم، جماهير، الجميع يحتفل، الجميع كان يقف خلف منتخب المغرب، والجميع كان يتطلع لأسود الأطلس، الحلم العربي المتبقي حتى الأمتار الأخيرة في المونديال. مهم بزاف، حيت ملي كتلعب كل 3 أيام عندك مقابلة في مستوى عالي اللي هو كأس العالم، يعني وديك كتكون شويه بحال كتجيك ديك التعب ملي كتشوف الجمهور والملعب كامل احمر وكل شيء كيغوات، كل شيء كيبكي، فكتبغي تعطي اللي عندك، كتبغي تزيد تعطي. وهذا الشيء اللي وقع. كانوا مباريات ضد اسبانيا باقي عقل، سالينا 90 دقيقه ودزنا الاشواط الاضافيه ومشينا حتى لركلات الترجيح، فكما كانوش الجمهور ما كناش نربحوا ذاك المباراه، حيت حنا كنا التعب بدا يبان علينا. انا خرجت كانت عندي واحد الاصابه طفيفه، ما كانش الجمهور ما كناش كاع نوصلوا لهذا الشيء، الحمد لله. ما هي اللحظه نايف اللي شعرتم من خلالها كلاعبين انه بامكاننا ان نذهب لنقطه بعيده جدا في هذا المونديال؟ اي مباراه اشعرتكم بان الفريق لكتابه التاريخ، يبحث عن كتابه التاريخ في هذه النسخه؟ قبل كاس العالم، حيت كما قلت لك وليد ركراكي منين خدا المنتخب الوطني، كان في السبيتش ديالو مع عمرو قال لنا حنا غنمشيو لتما باش نديروا سياحه ولا نلعبوا 3 الماتشات ونرجعوا. لا، كان ديما كيقول لنا حنا ما جيناش باش نشوفوا قطر نرجعوا لها في الصيف لا بغينا ما حنا جينا هنايا باش نبقاو حتى لاخر لحظه، حتى ما بقاو نقدوا نعطيو والو. والماتش الاول كرواتيا كان ماتش صعيب، خدينا النقطه. بزاف ديال الناس كانوا بداو كيقولوا كيفاش لا خصهم يربحوا هذا، ولكن كانت كرواتيا كان من المرشحين، وفي الاخر صدق هو اللي مشى في الترتيب الثالث. دونك وليد كان ديما كيقول لنا حنا ما جيناش باش نديروا سياحه، والحمد لله هذا الشيء اللي وقع. دونك حنا بدينا كنثقوا في راسنا اكثر. ولكن المباراه ديال اسبانيا بالنسبه ليا هو التغيير كامل. اسبانيا منتخب كبير بلاعبين كبار، وربحناهم بالشخصيه، ركلات الترجيح مع الحارس ديالنا ياسين بونو اللي قدم واحد المباراه خياليه، وموراها جا الماتش ديال البرتغال بالنجوم ديالو. ولكن ربحنا اسبانيا، ربحنا بلجيكا، كانت عندنا واحد الثقه عاليه مع احترام الخصم، ولكن كانت عندنا واحد الثقه عاليه، قلنا ما توقع لنا حتى حاجه. ذكرت في تصريح بعد المونديال انه ما زالت هذه البدايه، او هذه النسخه ستكون هي البدايه لكتابه تاريخ، وانتم لديكم عناصر شابه، منتخب بعناصر شابه. هل ترى بالفعل انه سقف التوقعات الان من المنتخب سيرتفع في المشاركات القادمه؟ ضروري، يعني ما نحاولوش نحطوا على راسنا الضغط، ولكن اليوم كنشوفوا البنيه التحتيه ديال المنتخب المغربي. جلاله الملك محمد السادس كيوفر لنا كل شيء باش الكره المغربيه تطلع الفوق، والكره الافريقيه عامه تبقى غاده في خط تصاعدي. اليوم كنشوف باللي الحاجه الجايه اللي تجي هي كاس افريقيا، اللي غنحاولوا ناخذوا ذاك اللقب. المنتخب الوطني في الخزينه ديالو عنده لقب افريقي واحد،
بغينا نقلبوا على اللقب الثاني، وان شاء الله بهذه المجموعه اللي بينات وقدرت تكتب التاريخ في كاس العالم احنا قادرين نكتبوه حتى في كاس افريقيا، وعندنا شبان اللي ان شاء الله نديروها. نايف، انطباعك عن الملاعب والتنظيم اللي شاهدناه في قطر لهذه النسخة المونديالية، في ما هي الانطباع العام أنتم كلاعبين في هذه النسخة بشكل خيالي. أنا ما كنتش متوقع يكونوا الملاعب في ذاك الجودة. كنعرفوا باللي قطر بلاد اللي باغات تطلع الكرة، ومن منين جات الفيفا عطاتهم انهم ينظموا كاس العالم، يعني عارفين بالله يكون تنظيم رائع. انا كنت متفاجئ بالتنظيم في الفنادق، الملاعب ديال التدريب، الملاعب اللي لعبنا فيهم المباريات، دونك داكشي كان خيالي. هذه النسخة فتحت أو ستفتح الأبواب لعدد كبير من المواهب القطرية المغربية للاحتراف خارجيا أو الانتقال ربما لخطوات متقدمة في الاحتراف. بين أنتم كلاعبين، هل كانت هذه أحد المواضيع؟ يعني أنت بين العلاقة بينكم كلاعبين ترون أنه الاحتراف بالنسبة للاعبين الموجودين حاليا في المنتخب المغربي، سواء من يلعب بالمغرب أو في أندية ربما أقل شأنا في أوروبا، هل سيفتح الباب بالفعل لاحتراف خارجي لكبار القوم لأندية كبيرة في أوروبا؟ بالطبع، هادشي اللي كنتمنى. أنا كان عندي لعبت في المغرب صغري كامل، لعبت 4 سنوات في البطولة الاحترافية المغربية. كان الهدف ديالي هو أنني نخرج لأوروبا، حيث مع كل احترامي للبطولة المغربية، فالبطولات الأوروبية كتبقى بطولات كبار. هادشي اللي اللاعب المغربي خصو يفكر فيه، واللاعب الافريقي عامه خصو يفكر هكا. منين طاحت عندنا فرصه اننا نلعبوا كاس العالم ونبينوا المؤهلات ديالنا، فكنتمنى اللاعبين الصغار الشبان يجيهم الفرصه يخرجوا لاوروبا. سأتحدث عن المسيرة اللي تفضلت فيها، وأنت من اللاعبين اللي كما ذكرت بدأوا في المغرب، يعني لم يبدأوا المسيرة خارج المغرب، بدأوا في المغرب. هذا الأمر يجعل منك نموذج للكثير من اللاعبين المواهب في المغرب وفي مختلف الدول العربية لمن يريد البداية، كيف تبدأ وكيف تصل إلى الهدف الذي رسمته. عندما بدأت الاحتراف في المغرب وصلت الآن إلى أقوى البطولات الأوروبية، البريمير ليج، عبر بوابة ويست هام يونايتد. كيف كانت البداية، وهل كان بالفعل الحلم يراودك منذ الصغر أن تحترف وأن تبدأ؟ كيف كانت المسيرة؟ لو تعطينا ملخص كده سريع عليها. صعيبة، مسيرة صعيبة. الناس اليوم يمكن يشوفوني كما قلتي في بطولة كبيرة في حال البريمير ليج مع فريق ويست هام، يقدروا يقولوا باللي كل شيء جا سهل، متى حاجة ما كتجي سهلة. الحمد لله تعذبت بزاف، ولكن كان الحلم ديالي هو نوصل لهذا الشيء هذا اللي فيه أنا اليوم، وان شاء الله باقي كنحلم. كنقولوا اللاعب اللي ما عندوش حلم ماشي لاعب. والمسيره صعيبه ولكن النتيجه كتكون زوينه. دونك انا اللي عندي نصيحه للشبان اليوم اللي كيلعبوا في اي بلاد، المغرب، تونس، مصر، الجزائر، في افريقيا، لا عندك الفرصه انك تخرج لاوروبا، خصك تخرج، واخا تكون صعيبه خصك تحاول تصبر. انا عاقل اول مره خرجت مشيت لديجون، دوزت 2 سنين اللي صعاب بالاصابات، بالتغيير ديال البلد، الثقافه كانت صعيبه، ولكن ما عمرني استسلمت ونزلت يدي، قلت لا نخدم والحمد لله كما قلت لك الثمار ديال الخدمه كيبانوا. ومن ثم نادي رين وهذا ثم انتقلت الى ويست هام يونايتد. جلست فتره تقريبا 6 أشهر او اكثر او اقل في هذه الفتره، يعني كنت عائد من اصابه، ما زلت. سجلت الظهور الاول مع نادي ويست هام يونايتد في الجوله امام ليدز يونايتد، والظهور الاول كاساسي اتحدث في مباراه ويست هام يونايتد على مستوى البريمير ليج. ما هو الانطباع الان؟ هل نايف شايف نفسه جاهز تماما؟ الإصابة الأخيرة لم يعد لها وجود، وستأتي البصمة وستأتي الثقة مع ديفيد مويز للوصول أساسيا في القادم من مباريات. من حدهم جابوني هنا إلا عارفين أنني شنو نقدر نعطي الإضافة لهذا الفريق. جيت في واحد الترانسفير اللي غالي شوية دونك هما جايبيني باش نلعب.
الاصابات كيوقعوا، الحمد لله ديما كان عندي ايمان قوي بالله، كنقول باللي غنرجع. اليوم رجعت من بوابه ديال المباراه ديال ليدز، فكنتمنى انني نكمل في هذا المشوار، وانا واجد اليوم اللي نقدر نقول انني واجد 100%. نايف، بالحديث عن ويست هام يونايتد الان بشكل عام، ما هو الانطباع العام في الفريق؟ الثقة بالمدرب ديفيد مويز، لأنه في الموسم الماضي وصل إلى مقاعد أوروبية، في هذا الموسم هو الآن على بعد يعني مسافة فارق أهداف على منطقة الهبوط. هل هذا الأمر يشكل ضغط برأيك على ديفيد مويز، على اللاعبين يحاولوا تقديم أفضل أو الظهور بشكل أفضل في القادم من المباريات؟ أي فريق كتكون عنده واحد الفترة اللي صعيبة. احنا اليوم في فترة اللي صعيبة، الفريق عمل انتدابات كبار، جابوا لعابة اللي في المستوى، يعني تا خص يخلي الناس اللي ما كيفهموش في الكره خص داك الوقت ديال الانسجام ما بين اللعابه. اليوم كنشوف باللي لاعبين في المستوى، خصنا غير نربحوا. ملي كيكون الربح كيكون كلشي مزيان. المدرب كما قلتي طبعا يكون عليه الضغط، اللاعبين حنا علينا الضغط، ولكن هادشي اللي زوين في الكره، داك الضغط كتحاول تبدلو وتعطي الافضل ديالك في الملعب باش تربح. ماذا عن علاقتك مع لاعبي ويست هام يونايتد؟ عدد من الجنسيات طبعا موجود في البريمير ليج بشكل عام، هل هناك علاقه وطيده؟ من هم يعني افضل الاصدقاء لديك هنا في ويست هام بهذه الفتره القصيره اللي اقتربت فيها مع الفريق؟ الحمد لله انا كنحاول نكون كنحترم كل شيء، كنحاول نكون ظريف مع كل شيء. اللي قريب لهم بزاف كاين سعيد بن رحمه الجزائري، كتجيني سهله حيت كنهضر بالعربيه انا وياه. لعبت في فرنسا، كنهضر مع اللاعبين الفرنسيين كورت زوما، الفونس اريولا، كاينين ما بغيتش نقول السميات كاملين، ولكن لاعبين كيتحدثوا باللغه الفرنسيه، لاعبين كيتحدثوا باللغه الاسبانيه، بابلو فورناز، مانو لانزيني، كاينين. وهاد اللاعبين الانجليزيين الحمد لله عندنا واحد غرفه ديال غرفه الملابس، عندنا الدراري كاملين مربيين، والحمد لله انا كنتفاهم مع كل شيء. ما شاء الله تحدث الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه الان والعربيه. تعلمك للغه نايف جاء من خلال الممارسه يعني في مسيرتك الاحترافيه، ام تعلمتها وانت صغير يعني في الصغر يعني؟ واهميه ايضا تعلم اللغه في انك تصل الى قلوب اللاعبين، الى علاقه جيده بين الجميع. كانوا لاعبين ملي كنت انا يلاه بديت في الكره، بديت المشوار ديالي، كانوا لاعبين اللي كبر مني وعندهم تجربه، كان النصائح ديالهم هو انني نتعلم اللغه، حيت نهار غنوصل للبلاد الاوروبيه المدرب كيهضر باللغه الانجليزيه ما يمكنش يبقى يفكر فيك، غيهضر غيعطي النصائح ديالو باللغه الانجليزيه، خصك تكون كتفهم. دونك انا حاولت نربح الوقت وانا كطفل، حاولت نتعلم، والحمد لله اليوم كنهضر الكثير من اللغات، وهذا الشيء كيعاونني بزاف في الكارير ديالي. نايف، الحديث الان عن المستقبل، ما هو الهدف؟ إن ما تحدثنا عن ويست هام يونايتد في القادم من جولات، الهدف اللي يضعه الفريق، يضعه ديفيد مويز، يتحدث فيه معكم، ورأيك أنت شخصيا إذا ما تحدثنا عن ديفيد مويز كمدرب، هل هو من المدربين القريبين من اللاعبين بشكل عام، يعطي انطباع إيجابي من التوليفة من المجموعة ككل؟ كيحاول اللي صعيب فهاد ملي كتكون في هذه الفتره الصعبه ديال الهزائم وفي منطقه الخطر كما سميتيها، فصعيب انك تكون قريب لاعبين، كيحاول يلقى الحلول اكثر ما يكون قريب لينا حنايا. ولكن انا متفائل حيت كما قلت لك ملي كيكون فريق وعندك جوده عاليه في التدريب، وكتشوف لاعبين كيتقاتلوا باش يخرجوا من ديك باش يهرسوا ديك الفتره الصعبه، فأنا متفائل بزاف صراحة. وإن شاء الله ربحنا برينتفورد، خصنا نربحوا الماتش اللي موراه ونقلبوا على كما قلت الماكسيموم ديال النقاط. نايف، في بعض الصور اللي جاءت من المونديال اقتراب لاعبي المنتخب من أمهاتهم تحديدا، من الأمهات، من العائلات بشكل عام، كانت من اللحظات الفارقة يعني. إن ما عدنا للحديث عن هذه النقطة التي سأختم بها، ماذا عن أهمية هذا الأمر
صورة اللاعب العربي الذي وصل إلى إنجاز ووضع الأم أولا في واجهة هذا الإنجاز كشكر كتقدير لكل ما قدمته. ما هي الرسالة التي أراد لاعبو منتخب المغرب أن يوصلوها بهذه الخطوة؟ كان عقل درنا واحد الاستجواب انا وياك في فران، وكنت قلت لك باللي الام ديالي هي العينين ديالي، فاللاعبين كاملين في المنتخب كيفكروا في حالي. اليوم ملي هضرنا على ديك الطاقه الايجابيه ما يمكنش نفكروا فيها وما نفكروش في الام والدعوات ديالهم. احنا كمسلمين كعرب كنفتخروا بهذا الدين ديالنا، وفي الدين ديالنا الجنه تحت اقدام الامهات، دونك الجنه اللي كبيره وتحت اقدام الامهات. دونك الحمد لله حاولنا نبينوا باللي الهدف ديالنا كان الناس خصهم يشوفوا باللي واخا كره القدم واخا الشهره واخا المال ما خصكش تنسى الام ديالك اللي هي قريبه، والاب ديالك حتى هو، كاين الام كتبقى شي حاجه اللي فريده منها. أشكرك جزيلا على هذه الإجابة لك. اللي سأضعها مسك ختام لهذه المقابلة. في نهاية هذا اللقاء كل الشكر لنايف أقرد نجم المنتخب المغربي ونادي ويست هام يونايتد، وضعوا وتركوا بصمة لهم في المونديال، وننتظر أيضا بصمة لك هنا في البريمير ليج مع نادي ويست هام يونايتد. كل الشكر لك نايف، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا أينما كنتم.